اوعى تدخل رمضان من غير ما تكون عارف التطبيق ده. تطبيق يسرناه. التطبيق ده فيه تلاوه القران بالذكاء الاصطناعي. هتفتح المايك وتقرا من القران، والايات اللي بتقولها صح بتتظلل بالاخضر، ولو سبت كلمه بالغلط التطبيق هيقف عندها، فهيخليك تركز في القراءه اكتر. هيخليك كمان تتدبر الايات بسهوله. بمجرد ما تضغط على الايه بصباع هيظهر تفسيرها المبسط ومعاني الكلمات الصعبه اللي فيه. وطبعا في رمضان حفظ القران بيبقى ليه احساس مختلف. التطبيق ده فيه ميزه كانها معلم حقيقي بالظبط. التكرار، بس مش التكرار العادي، انك لما تقرا الايه صح بتختفي من الشاشه تماما، وساعتها لازم ترجع تقولها من ذاكرتك، ويكتب اللي بتقوله لو صح عن طريق الذكاء الاصطناعي. ده غير انك كمان تقدر تسمع كل اللي حفظته مره واحده في قسم التلاوه من الذاكره. ولو نسيت كلمه بتضغط مساعده ويظهر لك كلمه كتلميح بسيط يساعدك انك تكمل. في انشطه تفاعليه بتشجعك على تثبيت الحفظ، زي تكمله الايات او ترتيبها او التوصيل ما بين الكلمات. وتقدر تسلي نفسك وانت صايم بحاجه مفيده عن طريق الغاز اسلاميه ممتعه جدا وباشكال متنوعه. انا شخصيا حبيتها جدا. في كمان قصص قرانيه تقدر تقراها او تسمعها في المواصلات او تشغلها كانها بودكاست وانت بتعمل اي حاجه. باقي المميزات هتكتشفها بنفسك اول ما تحمل التطبيق من على جوجل بلاي او ابل ستور، او عن طريق اللينك اللي هتلاقيه موجود عندي في البايو او في اول كومنت تحت الفيديو. وما تنساش تدعي لي وتبعت الفيديو ده لاي حد حاسس ان هو ممكن يستفيد من التطبيق ده.